لا يقع تمكين إلا بعد امتحان شديد. ولذلك انظروا إلى الأنبياء جميعا، كما قال الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. الناس الآن ينظرون إلى هزيمة كثير من الشعوب المسلمة، وقد تسلط عليها أعداؤها وهجرت وأوذيت وصودرت أملاكها وعذب من عذب وقتل من قتل، وحصل هذا البلاء الشديد على الأمة الإسلامية. فيقول: أين المخرج؟ كثير من الناس ينهزم انهزاما كاملا، لكن الواقع أنه لم يقع إلا ما كان قد وقع. اقرأوا التاريخ وستجدون في القرآن قصص من سبقكم وتجدون الحلول فيها. انظروا إلى قصة بني إسرائيل الذين كانوا يعذبون، وكان ملك مصر لفرعون يقتل الذكور من أولادهم ويستحيي الإناث منهم، وكان يشغلهم بالأشغال الشاقة والأعمال دون أن يكون لهم حظ في ذلك ولا نفع، وهم مهجرون من أرضهم الأصلية. لكن كانت النهاية: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه سنة الله الماضية.